السلام عليكم. عاملين ايه؟ هنعمل النهارده بقى اكل كده، يعني شعبي، اكل كده يفتح النفس. انتوا عارفين طبعا ان احنا مخزنين حاجات في الفريزر، فمش كل يوم تكاليف، مش كل يوم، مش لازم عشان سفرة رمضان ف يعني نكلف نفسنا، نقف في المطبخ طول النهار. فنعمل اكل النهارده بسيط كده يفتح النفس، الاكل الشعبي المصري ده. انتوا عارفين الاكل ده كمان يعني بياكل كده. انا طبعا ابتديت في الفيديو اول حاجه البطاطس المحمره. قطعت كده كام بطاطسايه وحمرتهم على طول، ولا نقعت ولا عفرت بالدقيق ولا اي حاجه. قطعنا بطاطس، شطفناها، حمرناها في الزيت، وبعد كده بقى ايه معايا خضره، ومعايا معلقتين توم مفروم. بصوا هو كان متفرز، فانا يعني بفتفته كده بايديا، وحطيت كمان عليه ملح، يعني ملح عادي، ملح ابيض، وهكسر كده عليه عدد 2 بيضة. عايزة تزودي بيض مفيش مشكلة، بس انا يعني هستكفى ب2 بس، لان كتر البيض في الوصفة دي ولا بيطعم زيادة ولا بيفرق قوي يعني، فهو البيض كده كفاية 2. ودي برضو حسب الرغبة. بعد ما قلبت البيض كده في الثوم والملح، هنزل بقى ايه بكوباية من اللبن. لبن حليب، لبن مبستر، اي حاجة، المهم حليب يعني. هنقلب بقى البيض مع اللبن كده، مع الخضرة، مع الثوم، مع الملح. وهننزل بقى ايه بالتوابل، ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة مطحونة ومعلقة كركم، بس مش اكتر من كده. هنقلب برضو الخليط كده كويس جدا جدا، عشان البيض ما يبقاش يعني مزفر. بعد ما قلبنا بقى البيض كويس مع اللبن، نزلنا كده بحوالي ربع كوباية من الدقيق. احنا عايزين الخليط ده يعني كريمي كده، مش عايزينه تقيل ولا خفيف. بصوا انا عايزاه القوام ده. لو حطيتي دقيق وطلع معاكي تقيل قوي، لو حطيتي الدقيق وطلع معاكي تقيل قوي، زودي شويه ميه او شويه لبن. طلع معاكي خفيف، زودي شويه دقيق. المهم يطلع معاكي مظبوط كريمي، عايزاه زي البشاميل. هو نقلب بقى كويس، انا بقلب جامد يعني عشان لو في تكتلات كده، كلاكيع كده من الدقيق، وكمان عشان اللبن يمتزج بالبيض. هنعمل ايه؟ هنعمل قرنبيط من اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض، من فيديو التفريزات. كنا مفرزين قرنبيط ومفرزين خضار. بصوا بقى انا هنا خلاص الخليط اللي احنا عملناه مع بعض تمام كده. معايا بقى الكيس ده فيه كوبايه من الدقيق، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، معلقه كركم، معلقه نشا، وشويه ملح. لازم تبهريه. تمام. كنا عاملين قبل كده القرنبيط مع بعض في فيديو، برضو كنا مسمين الفيديو ده كنتاكي القرنبيط. بصوا القرنبيط اهو انا مطلعاه من الفريزر، سيبته في مصفى كده لما اصفى خالص عشان بيبك ميه جامد يعني. وبعد كده هبتدي بقى ايه، ان انا كنت مفرزاه يعني القطعه كبيره كده عشان ما يشربش معايا ميه كتير. كل ما تكبري القطعه ما يشربش ميه، يعني يشرب ميه اقل. كل ما تصغري القطعه كميه الميه فيه بتزيد. تمام. فانا عشان كده كنت مكبره القطعه. لما سبته في المصفى يفك كده ويصفى من الميه اللي كانت فيه، هبتدي بقى اجيب السكينه كده واقطعه كده قطع صغيره، يعني حسب ما انت عايزاه، يعني حسب حجمها اللي انت عايزاه. هقطع كده بقى ايه القرنبيط كده كويس. طبعا يا جماعه انا النهارده ما حبيتش ان انا اكلف نفسي. احنا النهارده 6 رمضان، كل سنه وانتم طيبين، الايام بتجري. فكل يوم محمر ومشمر، فمش لازم يعني كل يوم محمر ومشمر على سفرة رمضان. الصايم بياكل اي حاجة، واحنا مش هناكل اي حاجة، احنا هناكل برضو حاجات مفرزينها في البيت، وحاجات حلوة قوي وبيبقى طعمها حلو وكمان مستحبة، لان هي اكل شعبي كده يفتح النفس. بصوا بقى بعد ما قطعت القرنبيط كده لقطع صغيرة، حطيته في الخلطة، عشان انا المقطع ده ما اتصورش، مش عارفة ايه اللي حصل. حطيته في الخلطة وطلعته من الخلطة، حطيته في كيس الدقيق المبهر اللي انا وريته لكم دلوقتي. تمام. قلبت الكيس بالقرنبيط كده بالدقيق على اساس ان هو يديني شكل الكنتاكي. مش القصد ان هو يديني شكل الكنتاكي، انا القصد ان انا اقفل على الخلطة، يعني اخلي الخلطة جوه القرنبيط واقفل عليها بالدقيق والنشا عشان تديني
قرمشه، وفي نفس الوقت الزيت بتاعي كده ما يبقاش كله فتافيت قرنبيط كده ويتحرق، وافضل كل شويه اجيب المصفى واقعد اصفي الزيت واكمل بقيه القرنبيط في القليه يعني. بصوا هنا قطعه بقطعتها قفلنا الخلطه، قفلنا القرنبيط وهو عليه الخلطه بالدقيق المبهر. بصوا بقى الزيت مغمقش ازاي وبيض طبعا عشان الدقيق والنشا، وكمان مفيش فتافيت القرنبيط وفتافيت الخلطه اللي بتسود الزيت. تمام. احنا هنا كنا حمرنا البطاطس، وكنا حمرنا كمان القرنبيط، وكان معايا بواقي، يعني بواقي من اكل قبلها بيوم اللي هو اكل امبارح. كان معايا يعني مخللات، كان معايا يعني جرجير خضرة يعني، كان معايا سلطة باقية من فيديو السمك، كان معايا كمان بتنجان مخلل كنا مخلينه برضو في فيديو السمك. فالحاجات دي كلها طلعناها، برضو هي تعتبر من الاكلات الشعبية. فطلعنا البتنجان والسلطة جنب الاكلة بتاعتنا دي، وكمان كان معانا اكلة طبق سمك ورز برضو باقي من الاكل، فطلعته برضو جنب الاكل. برضو ايه يعني، اللي ليه نصيب بياكل منه ياكل. تمام. انا ببقى عامله يوم كده في رمضان، وبرضو ايام غير رمضان ببقى عامله يوم لبواقي التلاجة. ليه؟ عشان ما نرميش حاجه. انا النهارده عملت اكل فبركنه واعمل غيره مثلا في التلاجة، اجي يوم كده اروح مطلعه كل بواقي الاكل اللي في التلاجة اكل يوم. تمام. خلينا بقى هنا عشان يعني ما نطلعش من الفيديو. انا هنا معايا نص كيلو من الكنافه، ما احنا مش معقول يعني هنعمل اكل شعبي ومش هنعمل حلو. فجبت نص كيلو من الكنافه، ويعني سلكته كده من بعضيه، يعني فتفته كده من بعضه. انا ما ضربتوش في الكبه، كنت حابه اعملها صينيه الكنافه بتاعت زمان كده، عارفينها اللي هي ولا بنضربها في كبه ولا بنعمها، مش بنعمها ولا الكلام ده، لا بنفرغها كده من بعضيها، يعني بنفك التكتلات اللي فيها. بعد ما فكينا التكتلات اللي فيها، جبت نص كوبايه من السمنه البلدي او اي نوع سمنه انتي موجود عندك، وحطيت عليه يعني ربع معلقه من الزعفران، بودرة الزعفران. قلبت بودرة الزعفران دي في السمنة، ورحت حطاها على الكنافة. بعد طبعا ما فكينا كده الكنافة من بعضها والكلاكيع اللي فيها، فضينا عليها السمنة بربع معلقة من بودرة الزعفران، ده طبعا ربع معلقة من الصغيرة من بتاعة الشاي. وبعدين ايه، شربنا كده السمنة مع الكنافة كده وغلفناها كويس، الكنافة كلها بقت لون واحد اهي. بعد كده بقى ايه، هقولك على حاجة هنا. انا حطيت معلقه سكر عشان حابه ان الكنافه تبقى مقرمشه شويه، هتبقى طريه وكل حاجه، بس هيبقى فيها كده شعرايه مقرمشه كده. لكن لو انتي مش حباها مقرمشه وعايزاها زي اللي بتجيبيها من بره اللي هي طريه قوي دي، ما تحطيش معلقه السكر. تمام. انا قلتلك اهو على موضوع السكر ليه بنحط السكر، لو عايزينها مقرمشه، مش عايزينها مقرمشه وعايزينها تبقى طريه اللي هي بتبقى عسلها زياده ومعجونه كده زي بتاعت بره، ما تحطيش معلقه السكر. تمام. حطينا بقى نص الكنافة كده ووزعناه كده في الأرضية، نص الكمية بالظبط وزعناها كده في الأرضية. يكون الطبقة كلها متساوية، ما تكونش حتة مثلا عالية وحتة واطية، لا كلها متساوية. وبعدين حطينا كده شوية من الزبيب. بصوا انا بكلم بنتي بقول لها كده يعني اهو حبة صغيرين، فبتقولي لا كفاية ما تحطيش خالص، فاستكفيت بكمية الزبيب دي لان انا ولادي مش بيحبوا المكسرات. وبعدين حطيت بقية كمية الكنافة على الوش برضو كده، ووزعتها بطريقة متساوية على اساس ان الطبقة تبقى كلها يعني ايه حتة واحدة. هداري كل الزبيب ده عشان لو دخلت الفرن هيتحرق. خلاص كده خلصنا الكنافة ودخلناها الفرن. كل الكلام ده يا جماعة قبل الفطار. هنا بقى كان خلاص فاضل على اذان المغرب 5 دقايق، فابتدينا ان احنا ايه نصب العصير. انا كنت بله بلح، شايفين اليوم النهارده كان بسيط ازاي، بله بلح في ميه وشويه سكر وخلاص. بليت البلح كده برضو من الصبح على اساس ان هو ايه يلحق يطلع السكر بتاعه واللون في الميه. تمام. بصوا بقى صبينا كده البلح. اليوم النهارده كان حلو قوي والله العظيم يا جماعه، كلنا اكتر من اي يوم عشان الاكل النهارده يفتح النفس. ده بقيه البتنجان والطماطم بالثوم اللي احنا كنا عاملينها، والبطاطس المحمره قسمناها على طبقين، والقرنبيط كنتاكي القرنبيط قسمناه على طبقين، وده طبق الرز بالسمك اللي كان فاضل معايا من قبلها بيوم.
وعملنا النهارده اكلنا والحمد لله زي الفل. وكده انا طلعت الكنافه من الفرن. هي كده هقلبها. انا يا جماعه بدخلها الفرن وبغطيها، ما بشغلش الشوايه. انا كده هقلبها. انا كده خلاص قلبتها. هوريكم بقى الوش يعني في الاخر خالص عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بعد ما قلبتها حطيت في ارضيه الصينيه شويه سمنه تاني، وبعدين رحت حاطه بقى ايه الوش اللي ما اتحمرش من تحت عشان يحمر. هي كده طلعت خلاص من الفرن، وادينا لها السيرب بتاعها او الشربات. وكده بقت الكنافه بتاعتي جاهزه على الاكل اهي. طبعا كان كده انا خدت المشهد ده بعد الفطار عشان بصوا هدوق اهو هاكل. بصوا انا بوريها لكم، كلتها خلاص اهو. بصوا هجرب كمان حته هاكلها كمان يلا. فبصوا من جوه عامله ازاي طريه ومن بره مقرمشه. من جوه قلبها طري ومن بره مقرمشه، وكانت طعمها تحفه جدا. بودره الزعفران دي بتديني لون حلو جدا، لون كده منور كده. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.